لو حضرتك مريض سكر او حد من قرايبك مريض سكر، يبقى لازم تساله سؤال مهم جدا: امتى اخر مره كشفت عند دكتور قلب؟ في الغالب هيقول لك انا عندي سكر بس قلبي سليم ومش بشتكي من اي حاجه. لكن الحقيقه ان عدم وجود اعراض مش معناها ان القلب سليم، وده اللي لازم تعرفه دلوقتي قبل فوات الاوان. اولا، السكر هو عدو الشرايين. السكر مش بس بيرفع نسبه الجلوكوز في الدم، وكمان بيدمر جدران الاوعيه الدمويه واحده بواحده. بيأثر على الشرايين الدقيقه زي شرايين العين والكلى، والشرايين الكبيره زي الشرايين التاجيه بتاعه القلب. وده اللي بيسبب حاجه اسمها تصلب شرايين صامت. يعني ايه صامت؟ يعني المريض ما عندوش اي اعراض، بس الشرايين بتتسد تدريجيا لحد ما تحصل جلطه او ذبحه بدون اي مقدمات. ثانيا، الجلطات ممكن تحصل فجاه وبصمت. مريض السكر اكتر عرضه لجلطات القلب واضطراب كهربائي القلب، وكمان في ضعف في عضله القلب. ممكن تحصل من غير الم صدر تقليدي، اللي هو الم او شديد في ناحيه الشمال بيسمع في كتفي وظهري، واحيانا للرقبه والفك. طب ده ليه؟ لان السكر كمان بيأثر على الاعصاب، فالاحساس بالالم بيكون اقل. ثالثا، اكتشاف بدري بيساوي انقاذ حياه. لو رحت لدكتور القلب وعملت رسم قلب واشعه ايكو او اشعه تلفزيونيه على القلب وهولتر او رسم قلب بالمجهود وتحليل سكر تراكمي وتحليل دهون، ممكن نكتشف مشكله في الشرايين او القلب قبل ما تتحول لمشكله كبيره، ووقتها بنبدا علاج بيحمي القلب وغالبا بيقلل احتماليه حدوث الجلطه بنسبه كبيره جدا. الخلاصه: مريض السكر حتى لو مش حاسس باي حاجه لازم يعمل كشف دوري على القلب، مش رفاهيه، ده انقاذ حياه. لو تعرف اي حد مريض سكر ابعت له الفيديو ده فورا، يمكن نلحق المشكله او الكارثه قبل ما تحصل. وافتكر دايما الوقايه اهم بكتير من العلاج، خاصه مع مرض غدار زي السكر. اشوفكم على خير.